مفيش تفاهم في الحاجات دي. وبيهرب من البيت وبيجري لحد ما بيوصل لبيت وايت وبيقول له بص يا نجم، انا جاي هنا علشان ادربك علشان تبقى محارب قد الدنيا. فبيوافق وايت بسرعه وبيطلعوا هما الاتنين على مونتانا علشان يبداوا التدريبات هناك. قلت لك مفيش هزار في الحاجات دي. في الوقت اللي بيوصلوا فيه هما الاتنين لصاله البولينج بيكون في عصابه عايزه تتخلص من ناكلز، وبيكلموا صياد فضائي علشان يساعدهم. والمفروض يعني ان الصياد ده هو الدكتور ايجمان، يعني تصنيع محلي. فبيقول لهم انهم محتاجين معدات خاصه علشان يقدروا يخلصوا عليه، وبيديهم شويه اسلحه فيها مستخلص لقوه ناكلز. واثناء ما ناكلز واقف مع وايت بيدربوا على البولينج بتظهر وراهم بوابه ضخمه وبيخرج منها اتنين معاهم مجموعه كبيره جدا من الاسلحه الخاصه وبيبداوا يضربوا عليهم نار. فبيجري كل الناس من المكان بسرعه وبيبدا ناكلز يضرب فيهم ويقول فينك يا سونيك الكلب، تضحك عليا انا وتقول لي مفيش اشرار؟ يا رب ليش يا رب ليش؟ المهم انه بيقدر يقضي على العميل مايسون وبيبقى فاكر انه كده فاز، بس ويلوبي بتستخدم مسدس خاص وبيفتح بوابه، وساعتها بتحبس